التونسي ويدعو إلى المصالحة. في هذا اليوم أريد أن أقول أنه ما أفسدته 3 سنوات الحكومات المتعاقبة على تونس من سيء الفكر إلى سيء الفكر يحتاج إلى سنوات من الإصلاح والترميم. أريد أن أذكر الناس وأذكر الشعب التونسي أن شعوب أخرى شقيقة قبل سنوات وسنوات وهي تعاني من الإرهاب. الشعب الجزائري لحد هذه اللحظة ما زال يعاني من الإرهاب. الشعب الجزائري لحد هذه اللحظة ما زال لم تنتهي دموعه بعد ما سن 100,000 شهيد من الإرهاب. الشعب التونسي لابد عليه أن يدرك في هذه اللحظة نخب وشعب أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الحال. الشعب التونسي عليه أن ينتصر ضد هذه السياسات. تونس حرة حرة والإرهاب على برا. تونس حرة حرة والإرهاب على برا. تونس حرة حرة. كل شيء يؤلمني ويحس بنفسي أن يشوف ناس شباب في عمري يشوفوا يتفرجوا في الوقفة احتجاجية ضد الإرهاب وهم قاعدين في القاوي، وكأنه معناتها ما هو الشاعر أنه يعاني من إرهاب. إرهاب في قوته، إرهاب في أمنه، وكأنه ما عندناش في تونس غلاء أسعار، وكأنه ما عندناش فقر، وكأنه ما عندناش تهميش، وكأنه ما عندناش ماكينات لإعادة صناعة الإرهاب وإعادة توزيعه. كل ما يحس بنفسي أن الناس تتفرج وتبرر وما يزيد تبرير شيء ذاك بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات وبعض الدعوات لمقاطعة التسجيل اللي الناس ما تتسألش الدعوات هذه تصب في مصلحة الشكون سياسي. شكون مستفاد من مقاطعة الانتخابات؟ من هو الرابح من غلاء الأسعار ومن تهميش المواطن التونسي وتفقيره وتجويعه؟ إذا توصل المعدل هذا وإذا توصل استمرار غلاء الأسعار هذه ولادنا راهم باش يرجعوا للنمط الباكستاني، المدارس الدينية. مشروع الوهابي في تونس مشروع كبير برشا، والماكينات اللي تخدم له ماكينات كبيرة برشا، من ماكينات إعلامية ومن ماكينات سياسية في أعلى أجهزة رام الدولة نتحمل مسؤوليتي على كلامي، حتى في الأمن التونسي وفي الجيش التونسي. سؤال الكادر الإداري يسألوا علاش ما يموتوا كان 18 جندي من الدولة من الفقراء؟ علاش ما يموتوا كان الفقراء ومن يدافع عن الفقراء؟ علاش ما مات كان الابراهيمي وبالعيد؟ السؤال هذا لازم الناس كلنا نسألوه.